السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة قارئة تاروت ستار مون؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهاردة هنعمل قراءة عن أحوال الشريك مع الطرف الثالث. القراءة هتكون بمجموعتين. هناخدها بطاقة اسم الشريك. المجموعة الأولى حرف الألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص، أو بطاقة حجر الأماتيست. والمجموعة التانية هتكون حرف الضاد ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه واو ي، أو بطاقة حجر السترين. المجموعات بتاعة الحروف بكون سايباهم في صندوق الوصف للي حابب يرجع ليهم تاني، أو بنختار بطاقة الحجر، يعني زي ما تحبوا. طيب قبل ما أبدأ القراءة، أتمنى لو كنتوا لسه جداد على القناة أو ما اشتركتوش ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش الشير واللايك والكومنت. لو حابين تحجزوا قراءة خاصة ممكن تتواصلوا من خلال الرقم اللي بكون سايباه في صندوق الوصف على واتساب لحجز القراءة. أهلا وسهلا بيكم يا أصحاب المجموعة الأولى. تعالوا نشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الأول، وبعدين نشوف طاقة الشريك وطاقة كمان أحواله مع الطرف الثالث دلوقتي. الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الفترة ديت، يمكن تكونوا بتجددوا شيء روحاني. في سجن انتوا فيه لكن حابين ان انتوا تكسروه، عايزين تخرجوا منه، عايزين تجددوا حاجة في حياتكم، عايزين تخرجوا من الأوضاع السلبية اللي موجودة في حياتكم. عندكم الرغبة لده وعندكم طاقة مغادرة على فكرة. وقد آم، تسمعوا الفترة دي اعتذار أو تحليل من حد غلط في حقكم، والحد دوت هيأتي معتذرا أو محللا لتفاصيل هذا الخلاف اللي نشب بينكم وبينه. ممكن يكون الشريك، ممكن جدا، ربما ده برضو يكون مسبب لكم خوف وقلق، الحالة الفجوة اللي بينكم وبين الشريك، لكن انتوا بتحاولوا تسيطروا قدر الإمكان على نفسكم، ودوت لأن في أطفال وانتوا بتحاولوا تصلوا لقمة. لذلك انتوا بتكسروا القيود انتوا عايزين تكسروها وتخرجوا منها، عايزين تبدأوا رحلة جديدة. البعض منكم اللي منفصلين انفصال نهائي انتوا عايزين تبدأوا رحلة جديدة مع شخص جديد. تمام. ربما يكون بعضكم رافض العودة لهذا الشريك لأنكم حاسين إن هو حاططكم في سجن. تمام. طيب، برضو البعض منكم اللي أنهى العلاقة، زي ما قلت لكم انتوا بتتمنوا شخص جديد. ربما كونوا انتوا اللي أنهيتوا هذه العلاقة، لكن أنا شايفة في دعم. يعني انتوا حاليا في طاقة دعم من أشخاص قريبة منكم، أو انتوا بتتواصلوا مع حد من أجل الدعم. تمام. البعض منكم ممكن يكون عايز يبدأ مشروع جديد. كمان الفترة ديت انتوا اكتر رعاية واهتمام بالأطفال او بمسؤوليات عامة حواليكم. ربما حد يدعيكم لحضور مناسبة خلال الفترة القادمة، بس انتوا قلقانين شوية من حاجة، في حاجات في حياتكم عالقة وانتوا خايفين من عدم إتمامها. والله أعلى وأعلم انتوا برضو أمام قرارات الفترة دي. شكل العلاقة بينكم وبين الشريك لو انتم مكملين معاه او لسه ما انفصلتوش انفصال نهائي، في غضب او زعل او في آم، مرحلة كده من اللامبالاة. آه، انتوا تاركين ومبتعدين، قاصدين تتجاهلوه. ممكن تكونوا قاصدين تتجاهلوه. عزة نفسكم مش عايزة تنزلكم لمستوى أقل من إن انتوا تتفاهموا مثلا معاه، أو انتوا اللي تبدأوا الصلح، أو انتوا واخدين موقف بمعنى أصح. ممكن يكون البعض منكم عارفين اللي هو ايه، بيلقنوا درس برضو الفترة دي. والبعض منكم ممكن يكون مبتعد أصلا وبيراقب من بعيد لو انتوا منفصلين انفصال نهائي. والله أعلى وأعلم. طيب تعالوا نشوف كده طاقته هو الفترة ديت. طاقته مش ألطف حاجة. بفكركم بكورس الاستشفاء من الطاقات السلبية لفك السحر والحسد والعين، مع تحصين متاح بخصم 50%. وكمان كورس التواصل الروحاني متاح بنفس الخصم، والإرسالات الروحانية لو حابين ان انتوا تعملوا تنظيف للهالة الطاقية او للشاكرا، او تفعيل للكرم على الظالم، او اقلاب السحر على السحر، كله بنفس الخصم. طيب شوفوا،
الشخص ده في الوقت الحالي منغلق على نفسه شوية ومصدوم صدمة كبيرة. قد يكون القراءة ديت مش بس طاقته، لا وكرمته كمان. ليه؟ الشخص دوت أناني، وممكن ان هو صدق وعود الطرف الثالث وبعد كده اتصدم في الطرف الثالث، فده عمل له فوضى في حياته. حاليا هو بيعيش اوقات صعبة جدا. هو كان مفكر ان هو رجل ناضج او شخص ناضج ايا كان، سواء كنتوا بتسمعوا رجل او امرأة، عشان ما تقولوش ان انا بخاطب المرأة فقط. شخص ناضج، ولكن هو اتصدم. ليه؟ لان هو كان بيحلم مثلا بثروة، كان بيحلم مع الطرف الثالث ببداية جديدة. الطرف الثالث أغراه بحاجة وهو للأسف غبي. غبي إن هو صدق. آم، وكمان غيرة الطرف الثالث والأسحار بتاعة الطرف الثالث كمان للبعض مش للكل، لأن دي قراءة عامة، فممكن ينطبق جزء منها، جزء آخر لا ينطبق، وهكذا. فممكن الأسحار والغيرة بتاعة الطرف الثالث أغلقت الطاقة أكتر وضيقت الخناق أكتر على هذا الشريك، وهو بما إنه غبي صدق. فده وقعه بعد كده في معاناة. هو دلوقتي الفترة دي بيحاول تضميد هذه الجروح. وعلى فكرة خلي بالكم، العلاقة ما بينه وما بين الطرف الثالث في الطاقة دي مش هتكمل. مش هتكمل. ليها انفصال طلاق. ليها انفصال وطلاق. بس اللي بيعمله الطرف الثالث من وقت للتاني تجديد الأسحار عشان الشريك يغير وجهة نظره ويدي فرصة تاني للطرف الثالث. تمام؟ أنا هنا بقول الطاقة وبقول أحوالهم مع بعض، برضو كل اللي هيطلع معايا هقوله. طيب، برضو الشريك هنا باصص لجزء من الماضي. ازاي؟ انتوا كنتوا جزء من الماضي، فهو بيبص ليكم. ربما يكون بيعمل حالة من المقارنة بينه وبين بينكم عفوا وبين الطرف الثالث. ربما يكون آه، جواه مخاوف تجاه الطرف الثالث. هو مش قادر يكمل مع الطرف الثالث، حاسس ان في مكر خداع، في تلاعب شوية في الكلام. و... وفي نفس الوقت هو ممكن لانه انفصل عنكم انفصال نهائي، فهو خايف ينفصل عن الطرف الثالث انفصال نهائي ويكرر نفس الضرب اللي وقع فيه في حياته. الشخص ده دلوقتي ما عندوش اي طموح. يعني في مشقة عنده في حياته، بيجيب القرش بالجهد الكبير. حياته مضطربة الفترة دي بصراحة. يمكن يكون بعض الناس بينصحوه بحاجة، بس هو يعني مش هقول لكم لا يقبل النصح. هو في حالة حاليا هو مش هيقدر حتى ان هو ينفذ هذه النصيحة. ايه السبب؟ هو ورط نفسه. من الاخر هو ورط نفسه. تعالوا طيب نشوف برضو طاقة علاقته بالطرف الثالث، يعني نستوضحها اكتر بشكل اوضح. طبعا هي العلاقة فيها تنافس. فيها تنافس قوي جدا، ويمكن فيها تدخلات سواء من أهل الشريك أو من أهل الطرف الثالث. كأن أهل الشريك كمان بدأوا يشوفوا ندم في عيون ابنهم أو بنتهم، فبدأوا إن هم يتدخلوا بعد ما كانوا فرحانين بالطرف الثالث، أو ممكن يكونوا هم اللي دخلوا الطرف الثالث حياتهم. بدأ يدخلوا في مرحلة ندم، لأن خلي بالكم في مشاكل مسيطرة على العيلتين، سواء هنا أو هنا. في جمود، في حالة من المعارضة، وكل واحد متمسك برأيه، كأن الأوضاع بينهم بقت أكثر عنف من قبل. وعلى فكرة في أخبار سيئة هتأتي للشريك قريبا. خلال قد إيه؟ يمكن من 3 ل6 أيام من النهاردة، من دلوقتي، من ساعة ما تسمعوا الفيديو. تمام؟ خلي بالكم برضو إن هو هيكتشف كذب كتير قوي قوي للطرف الثالث. الطرف الثالث بيتعامل على إنه شخص مميز، شخص واو، شخص ما حصلش، وإن هو ليه طريقة معينة في التعامل. ولكن في الفترة دي أوقات كبيرة قوي 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 فيها أزمات كبيرة بتختلق ما بينهم وبين بعض، لأن ما بني على باطل فهو باطل. فحتى العمل نفسه شاق. يعني الشريك حتى يجد ان العمل نفسه شاق، مرهق. مرهق كتير. وربما يكون الطرف الثالث بيساومه على حاجة،
خلي بالكم ان البعض منهم قد يكون وصل لمرحلة الطلاق والانفصال، ولكن الطرف الثالث بيقول له طيب لو انت عايز تنفصل هات حقوقي، اديني الحاجات اللي انت كاتبها على نفسك، او انا اديتك كذا قبل كده فانا عايزه او انا عايزاه. ففي نوع من آه، تهديد بشكل يعني كده مستخبي شوية او مغلف شوية مبطن. ده عامل ضغط وصدمة في نفس الوقت للشريك، ما كانش متخيل كده. بس القتال بدأ ما بينهم، القتال بدأ من أجل العلاقة. إما إن الشريك يعيش في العلاقة ديت على حسب الطريقة اللي عايزها الطرف التالت، أو أنت عايز الانفصال أوكي ما عندناش مانع هننفصل، بس تديني اللي ليه عندك. نوع من المساومة. تمام. قبل كده كان بيحاول وانتوا موجودين في هذه العلاقة، أو وانتوا بتحاربوا علشان هذه العلاقة، كان بيحاول ان هو يثبت الطرف التالت قد ايه هو طيب وقد ايه هو حنين ويطبطب على الشريك واحنا اللي واقفين جنبكم واحنا. اما دلوقتي في الوضع الحالي لا خلاص، هي الوجوه اتكشفت على حقيقتها وبانت على حقيقتها. خلي بالكم برضو ان البيت دوت ككل بيت مضطرب، حتى لو عندهم اولاد ففي مأساة برضو من ناحية اولاد، اما عندهم طفل مريض او عندهم طفل مرض بالفعل الوقت دوت، او ممكن يكون مش مظبوط قوي، يعني في عنده مرض ما او حاجة زي كده، او ممكن يكون الطفل دوت بيعمل مشاكل كتير او في مشاكل كتير من ناحيته، لان في حاجة فيها تأخير من ناحية الطفل. يعني كأن الطفل دوت سبب حزن، سبب فشل، سبب خلافات في هذه العلاقة ايضا. فزي ما قلت لكم هو الطرف الثالث بيحاول ان هو يضغط بالامور الماديه، بيحاول يضغط على نفسيه الشريك، ولكن الشريك طبعا تعبان، فهو مش قادر ان هو يواجه الطرف الثالث في الوقت ده. ولكن في نفس الوقت اهل ده واهل ده متدخلين في العلاقه، وده اللي مخلي العلاقه للبعض جحيم، جحيم حرفي، لان فيها عنف. وزي ما قلت لكم هذه العلاقه لن تكتمل، لن تكتمل. والله أعلى وأعلم، هو ممكن حد من أهل الشريك يقف جنبه علشان ينهي هذه العلاقة، يسدد أموال، يقرضوا أموال، يديله اقتراح، الله أعلى وأعلم. لكن عامة العلاقة دي لن تكتمل أو مش هتدوم. يعني خلينا نقول إن هي مش هتدوم، ليها انفصال. لأن زي ما كان فيها حظوظ قبل كده انقلبت الحظوظ لسوء حظ، والله أعلى وأعلم. فده اللي حاصل بينهم وبين بعض دلوقتي. تعالوا كده نشوف طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا في القراءة. طاقات الأبراج دي ممكن تكون للشريك، الطرف الثالث، ليكم، ممكن تكون برضو لأهل الشريك أو أهل الطرف الثالث لو تعرفوهم. تعالوا كده نشوف الطاقات اللي ظهرت معانا. طاقة برج العقرب والأسد والجدي والثور، الدلو والعذراء والقوس والجوزاء والحوت والحمل، والدلو تاني والسرطان والثور والأسد والجوزاء والحوت والعذراء والسرطان والحمل والجدي والميزان والأسد والجدي تاني طبعا مكرر اهوت مرتين ورا بعض، وكمان برج القوس، برج العقرب والحمل والثور برضو تاني، والأسد مكرر برضو، والعقرب تاني مكرر، والميزان برضو مكرر، والسرطان. يعني تقريبا معانا كل الطاقات، المائي والترابي والهوائي والناري. طيب لحد هنا نكون أنهيت القراءة مع أصحاب المجموعة الأولى. دلوقتي نستقبل أصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا حرف الضاد ط ظ ع غ ف ق ك ف قاف كاف لام ميم نون ه واو ي، أو بطاقة حجر السترين. وزي ما قلت لكم القراءة هتكون بحرف اسم الشريك أو بطاقة الحجر، والحروف موجودة تاني في صندوق الوصف، هتلاقوا فيه سهم كده موجود تحت الفيديو. طيب قبل ما ابدا القراءه، اتمنى لو كنتوا جداد على القناه او ما اشتركتوش ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. لو حابين تحجزوا قراءه خاصه ممكن تتواصلوا من خلال الرقم اللي بكون سايباه في صندوق الوصف عليه واتساب لحجز القراءه. اهلا وسهلا بيكم اصحاب المجموعه التانية. تعالوا نشوف الطاقه العامه بتاعتكم انتوا الاول، وبعدين نشوف طاقه الشريك وطاقه علاقته مع الطرف الثالث. طيب
بالنسبة للطاقة بتاعتكم انتوا الفترة دي، انتوا بتفكروا في حاجة تخص محكمة أو حكم قضائي أو مخرج من مأزق. بتتجنبوا المشاكل، بتحاولوا ان انتوا تجدوا طريق. الفترة دي انتوا بتحاولوا تحلوا مشكلة وتجدوا طريق، أو بتبحثوا عن طريق جديد. يمكن حتة ان انتوا عايزين استقرار وطريق جديد أو حاجة جديدة دوت، يمكن برضو تتشابه مع أصحاب المجموعة الأولى. انتوا شايفين يمكن حياتكم مع الشريك مش مستقرة، بس انتوا بتحاولوا في طريق مادي مش طريق عاطفي. يعني ممكن يكون البعض منكم عايز يعمل مشروع او عايز يغير العمل بتاعه او كده. خلي بالكم انتوا لو انتوا بتدوروا على عمل، فانتوا هيتفتح امامكم اكتر من باب، وهتكونوا محتارين ما بين الخيارات. عشان تبقوا عارفين، آه، اللي بيدور منكم على آه، علاقة عاطفية، فممكن يكون في حد في حياتكم لو انتم منفصلين انفصال نهائي، ولكن الشخص ده انتوا خايفين ليتلاعب بكم عاطفيا زي الشريك. بس عامة هي علاقة آمنة، لأن هو بيقدم كاس الحب يعني، وده أصلا شفاء يعني. حتى اللي تعبان منكم برضو عنده شفاء. فانتوا عندكم أفكار جديدة تخص حرية، تخص ظروف مالية وإدارية جديدة، تخص حياتكم العاطفية كمان. ممكن اللي مكملين منكم مع هذا الشريك، انتم مكملين طبعا في وجود الطرف الثالث، والموضوع دوت محسسكم بعدم الاهتمام، ان الشريك ده مش مهتم بيكم كفاية. فانتوا واقفين معاه على مفترق طرق، واقفين على مفترق طرق، بتفكروا في الانسحاب لعدم اهتمامه بيكم، او عايزين تغادروا الطاقة. والمنفصلين انتوا بالفعل غادرتوا الطاقة، وانتوا اللي قررتوا المغادرة، لان انتوا لقيتوا المسار في حياتكم. ربما يكون العيلة او الاهل وقفوا جنبكم، ساعدوكم، شجعوكم على هذا القرار، او دعموكم بشكل او باخر. برضو ربما يكون العلاقة دي كانت علاقة عنيفة شوية، لكن انتوا بصراحة عندكم فخر برضو باللي انتوا وصلتوا له في وقتنا الحالي. وانتم معتبرين وجود الطرف الثالث دوت خيانة كبيرة جدا جدا من الشريك، ان هو دخله في حياتكم. فبوجوده استحالت الاستمتاع بالحياة بكل اشكالها، وبالتالي انتوا قررتوا الانسحاب. طيب، هل في امل للعودة بينكم وبين الشريك؟ والله بنسبة من 60 ل70%. ممكن، ودي نسبة كبيرة جدا، ولكن هي متوقفة على حاجة واحدة: رؤية الشريك للطرف الثالث على حقيقته. انه شخص متلاعب عاطفيا، انه شخص متقلب، انه شخص ساحر للبعض مش للكل، انه شخص بتاع مقالب وبيوقعوا فخ كبير. يعني يشوفوا من الاخر على حقيقته. هو عامة هيحاول يرجع لكم ويطلب عودة جديدة في صلح بينكم وبينه، لو انتم لسه مع الشخص دوت او لسه ما انفصلتوش عنه انفصال نهائي. ولكن لو كنتوا انفصلتوا انفصال نهائي، ممكن الصلح يتأخر شوية او العودة تتأخر شوية. لإمتى؟ ممكن لما بعد الربع الأول من 2026، والله أعلى وأعلم. طيب تعالوا كده نشوف طاقة الشريك الفترة ديت. وبفكركم بكورس الاستشفاء من الطاقات السلبية لفك السحر والحسد والعين، مع التحصين متاح بخصم 50%. وكمان كورس التواصل الروحاني متاح بنفس الخصم، وكمان الإرسالات الروحانية للأشخاص اللي عايزة تعمل تفعيل للكرمة، أو إقلاب للسحر على الساحر، أو تنظيف للهالة الطاقية أو للشكرة، كله متاح بنفس الخصم. تعالوا نشوف الشريك. الشريك بعد ما كان هادي بدأ يعيد النظر. الفترة دي شايفة فيه تفكير وإعادة نظر. خلي بالكم في جزء كبير منه متعلق بيكم، مازال متعلق بيكم، وإن كان هو بيبدي في الظاهر، في ظاهر الموقف برود للأعصاب أو عدم اهتمام، ولكن هذا الشخص في مشقة ومازال متعلق بيكم.
وعلى فكرة يعني قد تصل أخبار تحمل قلق خلال فترة قريبة جدا، هتهز أركانه جدا، لكن انتوا في خطره. عايزة اقول لكم ان هو بيراقبكم، خلي بالكم ان هو بيراقبكم، ممكن من خلال السوشيال ميديا، ممكن من خلال حد همزة وصل بينكم وبينه او معرفة بينكم وبينه، او لو انتوا لسه ساكنين في نفس المنطقة اللي هو فيها. يعني المهم هو بيراقبكم بطريقته، طرق كتيرة جدا. كمان الفترة دي ربما هو عايش مشاكل في العمل، مشاكل تخص سفر، ومشاكل تخص رحيل شخص عزيز عليه، فهو بيعاني من كرمة. وعايزة أقول لكم إن هو في خلافات، والعلاقة بينه وبين الطرف التالت اون اوف. أنا بقول طاقته مع علاقته مع الطرف التالت يعني، وهنسحب برضو كروت تاني للعلاقة، بس اللي بيطلع معايا بقوله. فهو حاسس بالخسارة، إن هو كأنه ضايع وخسر كل حاجة، وكل حاجة حارب علشانها خسرها. الله، أمال أنا كنت بعمل ليه كل دوت من البداية؟ كأن الشيطان كان عميه، وكأن الأسحار كانت عمية عينه عن حقيقة الطرف الثالث. الله، طب ما احنا قلنا في الطاقة بتاعتكم انتوا ان مرهون رجوعه او الصلح معاه على انه يشوف الطرف الثالث على حقيقته. اذا هو هيشوف الطرف الثالث على حقيقته. اه هيشوفه على حقيقته. تمام. وعايزة اقول لكم برضو مرهون بعد مرور 3 شهور من 2026. يمكن الأحداث أو الطاقات ساعتها تتغير جامد جدا، هيحصل اتحاد تاني بينه وبينكم. هو عايز اتحاد واستقرار تاني بينه وبينكم، هيرجع ليكم وشغفه هيوصله ليكم. البعض منكم لو انتوا معمول لكم أسحار ومتأكدين ان في أسحار، فممكن الأسحار هتتفك فهيرجع لكم. البعض التاني ربما يكتشف الطرف التالت على حقيقته ويرجع لكم. البعض التالت ربما يحصل خلافات كبيرة جدا جدا بينه وبين الطرف التالت، ومن هنا هتستحيل الحياة مع بعض. طيب، هنا في هذه العلاقة هل هيستمر مع الطرف التالت أو لأ؟ بنسبة 70 ل 80% لأ. بنسبة 20% ممكن يكمل، بس يكمل لفترة وهينفصلوا. تمام. ممكن حتى لو الفترة طويلة شوية، ولكن يعني هي في صعوبة في هذه العلاقة. هو حتى حاسس بعدم الأمان، العلاقة ما بينهم مضطربة يعني. الكارت هنا كارت القمر، العلاقة مضطربة. والله أعلى وأعلم، الكارت ده برضو بيشير لانتقال طاقة الأسحار للناس اللي معمول لها أسحار، انتقال طاقة الأسحار وإقلابها على الشخص الساحر وهو الطرف الثالث، لو انتم متأكدين ان الطرف الثالث هو اللي عامل الأسحار. ومن هنا كل اللي كان بيهاجم العلاقة بينكم وبين الشريك هيهاجم العلاقة بينه وبين الطرف الثالث، فهتنقلب الآية وهينقلب السحر على الساحر، والعلاقة بينهم هتكون غير آمنة وغير محمية بالمرة. تمام. برضو أنا شايفة أنه هو في فترة ما قريبة جدا، يمكن خلال الشهر دوت والشهر القادم، أو بالكتير بعد انقضاء الشهر القادم، هيكون في حذر شوية من الشريك في التعامل مع الطرف الثالث. ليه؟ هو الطرف الثالث عامة هيبدر منه بعض التصرفات اللي هتشكك الشريك فيه، يعني هتخليه مثلا ايه، مش أهل للمصداقية ولا للثقة. هتخليه مثلا هو كان بيقول لي كذا وبعدين دلوقتي قال لي كذا، فهيكون عنده شك. هو اللي هيدخل الشك بإيده لقلب الشريك. تمام. عايزة اقول لكم برضو ان المراقبة بالنسبة من الطرف الثالث يعني للشريك هتكون قوية شوية الفترة اللي جاية، لانه هيحس ان الشريك خد القرار للرجوع ليكم، لان البعض منكم هيرجع للشريك في وجود الطرف الثالث. تمام. البعض. فهنا الطرف الثالث هيخاف، هيكون قلقان. فحاولوا ان انتوا لو بتعملوا اقلاب، لو بتعملوا فك للاسحار، تركزوا قوي 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 وتتحصنوا قوي 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 قوي. ليه؟ علشان تحصينكم دوت وتركيزكم على فك الطاقات السلبية هو دوت اللي هيوصل العلاقة بينكم وبين الشريك لمرحلة أو ليفل جديد، وهتدمر العلاقة بينه وبين الطرف الثالث. تمام. يعني انتوا هتحاربوهم بنفس سلاحهم. من الآخر داويها بالتي كانت هي الداء. انا ما بقولكوش ان انتوا هتعملوا لهم اسحار، انتوا هتقلبوا الاسحار بتاعتهم عليهم. تمام. وده امر مشروع.
فالناس اللي بتعمل دوت تكمل لان انتوا ماشيين في الخطى الصحيحة او الطريق الصحيح. برضو تعالوا ناخد مجموعة كروت كده نستوضح بيها. شوفوا اهو كارت الديفل، كارت المشاكل اللي هتحصل بسبب الاسحار. طبعا واضح ان الطرف الثالث كان ليه طموح شوية في العلاقة دي، برضو كان في شوية استبداد منه بالشريك، ربما كان بيستغل الشريك ماليا، والشريك اداهم الفرصة. مش هقول ان هو ما اداهمش، اداهم الفرصة ولكن ندم او هيندم، تمام، او في طريقه للندم، لان الطرف الثالث اصبح ليه مطالب كتير، واصبح شخص حاقد وغامض قوي، وافكاره الشريرة حتى بقت ضد اهل الشريك، ودوت اللي خلى الشريك دلوقتي بيفلتر المواقف، تمام. ف... فهو في التزام في هذه العلاقة، ولكن لو هو لقى ان سهل انه يتخلص من هذا الالتزام هيتخلص من الالتزام. ربما برضو الفترة اللي جاية يواجهوا كلمات قاسية ضد بعض، كل واحد فيهم هيكون في تسرع في الغضب، تسرع في الهجوم دائم على بعض، كلمات قاسية. هتتحول هذه العلاقة إلى علاقة سلبية، علاقة توكسيك كمان علاقة سامة، والخلافات هتزيد ما بينهم قوي الفترة اللي جاية. وربما الطرف الثالث يفقد سند في هذه العلاقة. مين السند في هذه العلاقة؟ حد من أهلهم، ربما الحد ده كان بيساعدهم على عمل الأسحار، أو بي بيسر لهم الطريقة، أو هو اللي بيعمل لهم وبيجيب لهم الحاجة اللي هيعملوها، وهكذا، تمام. على كل حال من الأحوال هذه العلاقة ستتداعى وهتنهار، والفترة اللي جاية هتكون في انهيار تدريجي لهذه العلاقة، والله أعلى وأعلم. طيب تعالوا نشوف كده طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا في القراءة. طبعا الأبراج ديت ممكن تكون طاقتكم، طاقة الشريك، طاقة الطرف الثالث، آه يعني حد من اللي اتذكر في القراءة عامة. معانا طاقة برج القوس والميزان والسرطان والقوس تاني والميزان تاني والدلو والحوت والجوزاء والعذراء والحوت تاني والجدي والأسد والثور والميزان تاني والدلو والسرطان والحوت، وكمان الدلو والعذراء والعقرب والثور، الحمل، الجدي، الأسد، الدلو، العقرب، السرطان. يعني تقريبا معنا الطاقات كلها، المائي والترابي والهوائي والناري. لحد هنا أكون أنهيت القراءة كمان مع أصحاب المجموعة التانية. بتمنى لكم كل الخير والسعادة، خلوا بالكم على نفسكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.